اهلا بيكم حلقه جديده من ملعب القهوه. اسحب كرسيك واطلب قهوتك وتعالى نحل. الاهلي اعلن رسميا التعاقد مع المدرب المغربي حسين عموته، والخبر ده من اكتر الاخبار اللي شغلت جماهير الكره المصريه. لكن السؤال الحقيقي مش مين هو حسين عموته. السؤال الحقيقي هو ليه الاهلي اختار حسين عموته بالتحديد؟ ليه مش اسم اوروبي؟ ليه مش مدرب عنده شهره اعلاميه اكبر؟ وليه الاداره اقتنعت ان الراجل ده هو الشخص المناسب للمرحله الجايه؟ في الحلقه دي مش هنتكلم عن اخبار صحف ولا هنجري ورا عناوين مثيره. احنا هنحلل الراجل ده كمدرب، هنتكلم عن شخصيته القيادية وطريقة تفكيره وفلسفته التكتيكية ومميزاته وعيوبه، والأهم هل فعلا حسين عموتة هو المدرب المناسب للنادي الأهلي؟ يلا بينا. قبل ما نتكلم عن الخطط وقبل ما نتكلم عن طريقة اللعب، لازم الأول نفهم نوعية الشخصية اللي الأهلي كان بيدور عليها. لأن النادي الأهلي تاريخيا مش بيختار المدرب على أساس الاسم بس. الأهلي بيدور على مدرب يقدر يعيش تحت ضغط يومي، مدرب يقدر يدير غرفة ملابس مليانة نجوم، مدرب بيعرف إن التعادل بالنسبة للأهلي بيتعامل معاملة الخسارة، ومدرب عنده شخصية تسمح له ياخد قرارات صعبة حتى لو كانت ضد رغبة الجماهير. وده أول سبب خلى حسين عموتة يبقى مرشح قوي. الناس اللي اشتغلت مع حسين عموتة بتتكلم عن نقطة واحدة باستمرار، وهي الانضباط. مش الانضباط في مواعيد التمرين بس، لكن الانضباط في كل تفاصيل الفريق. كل لاعب عارف دوره، كل لاعب عارف المطلوب منه، ومفيش لاعب أكبر من المجموعة. وده قريب جدا من الثقافة اللي الأهلي بيحاول يحافظ عليها من سنين. في مدربين بيحبوا الصراخ على الخط، وفي مدربين بيكسبوا بالكاريزما الإعلامية. حسين عموتة مش من النوع ده خالص. هو هادي جدا أثناء المباريات، ولكن في نفس الوقت قراراته غالبا بتكون حاسمة. يعني مش بيغير عشان يرضي الجماهير ولا بيغير عشان الإعلام يقعد يمدح فيه. هو بيغير لما بيحس إن التغيير هيكسبه المباراة. ودي نقطة مهمة جدا لأي مدرب في نادي بحجم الأهلي. بعيدا عن الضجة الإعلامية، بص على مشواره. الراجل اشتغل في المغرب وحقق بطولات مع أندية كبيرة. قاتل الوداد في فترة صعبة وقدر يحقق نجاحات واضحة، وبعدها خاض تجارب مع منتخبات عربية، وكانت دايما عنده قدرة إنه يبني فريق منظم حتى لو الإمكانيات مش الأعلى. يعني الراجل مش نجاحه مرتبط بجيل معين ولا بلاعب معين، لكن مرتبط بطريقة شغل واضحة. وده يمكن أهم سبب خلاه يحافظ على اسمه وسط المدربين العرب لسنين. الأهلي كان محتاج النوع ده. لو بصينا على المرحلة الجاية، فالأهلي داخل موسم طويل جدا، بطولات محلية وبطولات قارية ومنافسة مستمرة. فالإدارة كانت محتاجة مدرب بيعرف يدير الموسم، مش مجرد يدير مباراة. وده مختلف تماما. المدرب بيعرف امتى يضغط وامتى يريح وامتى يخاطر، وامتى يلعب بأقل مجهود ويخرج بالمكسب. ودي كلها صفات موجودة في شخصية حسين عمودي. لكن كل الكلام ده لسه بيتكلم عن الشخصية. السؤال الأهم، ايه بقى أفكاره الكروية؟ خلينا نتفق على حاجة من البداية. حسين عمودة مش مدرب بيحب الاستعراض. مش هتشوف عنده استحواذ 75% مثلا لمجرد انه بيحب يمسك الكورة، ومش هتشوفه بيهاجم بسبع لعيبة عشان يرضي الجماهير. الفكرة الأساسية عنده هي الفوز أولا، والطريقة تأتي بعد ذلك. وده فرق كبير جدا. أول حاجة هتلاحظها في أي فريق بيدربه حسين عمودة إن الفريق شكله واضح، سواء الكرة معاه أو الكرة مع المنافس. كل لاعب عارف مكانه، مفيش عشوائية، مفيش لاعب بيطلع يضغط لوحده، مفيش جناح بيرجع متأخر. كل حركة محسوبة، وعشان كده دايما فرقه شكلها متماسك. ومن أكتر الحاجات اللي بتميز عمودة إنه بيعتبر الفريق كله لاعب واحد. يعني لو راس الحربة ضغط يبقى الجناحين لازم يقفلوا خطوط التمرير، ولو الجناحين ضغطوا يبقى الوسط يطلع وراهم مباشرة، ولو الوسط طلع يبقى الدفاع يتقدم. يعني الخطوط كلها تتحرك مع بعض، مش لاعب يضغط و10 واقفين يتفرجوا. وده اللي بيخلي الفرق بتاعته صعبة جدا في كسر الخطوط. وكتير من الناس بتسأل هو بيلعب 4 2 3 1 ولا 4 3 3 ولا 3 4 2 1؟ الإجابة كلهم. لأن حسين عموتة الرسم على الورق مجرد نقطة بداية، أما أثناء المباراة فالفريق بيتغير حسب الموقف. ممكن يبدأ المباراة 4 2 3 1، ولما الفريق يدافع تتحول ل 4 5 1، لما يهاجم يبقى عنده 5 لاعبين في الثلث الأخير. يعني المرونة أهم حاجة في الشكل بتاعه. وفي ناس أول ما تسمع إن المدرب بيلعب مباشر تفتكر إنه بيعتمد على الكرات الطولية وخلاص، وده مش صحيح. عمودة بيحب الوصول للمرمى بسهولة، لكن بعد إعداد. يعني لو في فرصة للهجوم السريع هيستغلها فورا، ولو مفيش الفريق بيرجع يبني الهجمة بهدوء. وهو مش بيضيع وقت في تدوير الكورة بدون فايدة، وفي نفس الوقت مش بيرمي الكورة لقدام والسلام. كل هجمة وليها هدف. الاستحواذ عنده وسيلة مش غاية، ودي نقطة مهمة جدا. في مدربين بيقيسوا نجاحهم بنسبة الاستحواذ، لكن عموته لا. هو ممكن يسيب المنافس يمسك الكورة طالما الكورة بعيد عن مناطق الخطورة بتاعته، لكن أول ما المنافس يدخل المكان اللي هو عايزه تبدأ المصيدة. وده معناه إنه ممكن تشوف فريقه مستحوذ بنسبة أقل،
لكن أخطر بكتير على المرمى. ولو سألت أي محلل اشتغل على فرق حسين عموتة هيقول لك إن أخطر سلاح عنده مش الهجوم ولا حتى الدفاع، أخطر سلاح عنده هو الضغط المنظم، وده الفرق بينه وبين مدربين كتير. الضغط عنده بيبدأ من أول المهاجم. كتير من الناس فاكرة إن الضغط يعني المهاجم يجري ناحية المدافع، لكن عموتة عنده الموضوع معقد عن كده. هو بيعتبر الضغط عملية جماعية، يعني أول لاعب بيبدأ الضغط مش هدفه يقطع كورة، هدفه يجبر المنافس يلعب في الاتجاه اللي عموتة عايزه، يعني يقفل زاوية ويفتح زاوية تانية، وفي اللحظة دي يبدأ باقي الفريق يتحرك، وده اللي اسمه توجيه المنافس مش مطاردة المنافس. وفي واحدة من الحاجات اللي بتتكرر مع فرق عموتة إنه بيسيب المنافس يحس إن عنده مساحة، ولما الكورة تدخل المنطقة المحددة تلاقي فجأة 3 أو 4 لاعبين حواليه، صاحب الكورة في ثانيتين ممكن المسافة تختفي، فالمنافس يضطر يشيل الكورة أو يا إما يفقدها. وده السبب إن فرق حسين عموتة دايما بتسترجع الكورة في أماكن خطيرة. ودي من أكتر النقط اللي بتعجبني في شغل حسين عموتة. أغلب الفرق أول ما بتضيع منها الكورة بترجع تدافع، لكن عند عموتة أول رد فعل عنده هو استرجاع الكورة فورا. أول 5 أو 6 ثواني بعد فقدان الكورة هي أهم لحظة في الهجمة كلها. لو قدرت تسترجعها المنافس هيبقى لسه مفتوح ولسه خطوطه مش منظمة، وساعتها تقدر تضربه بسرعة. أما لو معرفتش الفريق كله بيرجع لشكله الدفاعي الطبيعي، يعني عنده مرحلتين واضحين: واحد محاولة استرجاع سريعة للكورة، ولو فشلت بتبقى رجوع فوري للتنظيم الدفاعي. ودي نقطة بتقلل جدا من الهجمات المرتدة على فرقه. بالنسبة للتحول الهجومي هو لما بيسترجع الكورة مش بيقعد يلف بيها كتير. أول سؤال عنده: هل أقدر أوصل للمرمى بسرعة؟ لو الإجابة نعم الهجمة تبدأ فورا، ولو الإجابة لا الفريق بيهدى ويبدأ يبني الهجمة بشكل طبيعي. يعني كل قرار مرتبط بالموقف مش من فلسفة ثابتة. ليه مناسب للأهلي؟ الأهلي بطبيعته دايما بيواجه فرق بتدافع بعدد كبير، وده معناه إن فقدان الكورة خطر جدا، لأن أي هجمة مرتدة ممكن تكلفك المباراة. وجود مدرب بيعتمد على الاسترجاع السريع وبيمنع المنافس أصلا من الخروج بالكورة هيكون إضافة كبيرة جدا. وده من الأسباب اللي خلت الإدارة تشوف إن فلسفة عمودة قريبة جدا من شخصية الأهلي. لكن كل أسلوب لعب مهما كان قوي أكيد ليه مميزات وله عيوب. يعني بعد ما عرفنا فلسفة عمودة دلوقتي نقدر نتكلم بموضوعية شوية، لأن مفيش مدرب في العالم كامل، حتى جوارديولا وأنشيلوتي ويورجن كلوب كل واحد فيهم عنده نقطة قوة وعنده نقطة ضعف، وحسين عمودة مش استثناء. مميزات حسين عمودة هي كالآتي: رقم واحد الانضباط التكتيكي، ودي يمكن أكبر نقطة قوة عنده. فرق حسين عمودة نادرا جدا تلاقيها متباعدة، المسافات بين الخطوط قصيرة، واللاعبين بيتحركوا كواحدة واحدة، وده بيخلي المنافس يلاقي صعوبة كبيرة في اختراق العمق. حتى يعني لو المنافس عنده لاعبين مهاريين بيكون مجبر يلعب حوالين الكتلة الدفاعية، وده بيقلل الخطورة بشكل واضح. رقم اتنين قراءة المباراة. من الحاجات اللي بتميز المدرب الكبير إنه يعرف المباراة رايحة فين، مش يستنى لما الفريق ينهار وبعد كده يتصرف. عموته غالبا بيغير قبل ما المشكلة تكبر، وده معناه إنه بيتعامل مع المباراة كأنها شطرنج، كل نقلة محسوبة، ودي ميزة مش موجودة عند كل المدربين. رقم ثلاثة المرونة التكتيكية. في مدربين لو الخطة الأولى فشلت بيضيعوا، لكن عموته عنده قدرة إنه يغير شكل الفريق أثناء المباراة من غير ما اللاعب يحس إنه دخل في فوضى، وده معناه إن المنافس بيحتاج يقرأ المباراة من جديد كل مرة يحصل فيها تغيير. رقم أربعة التعامل مع المباريات الكبيرة، ودي نقطة مهمة جدا لأي مدرب هيشتغل في الأهلي. الأهلي معظم الموسم بتاعه بتبقى عبارة عن مباريات ضغط، يا إما نهائي يا إما قمة يا إما بطولة أفريقيا يا إما كأس عالم أندية، كلها مباريات بتحتاج شخصية. واللي يراجع تاريخ حسين عموته هيلاحظ إنه غالبا بيظهر بأفضل شكل ممكن في المباريات الكبيرة، لأنه بيعرف يجهز الفريق نفسيا قبل ما يجهزه تكتيكيا. طيب إيه عيوب حسين عموته؟ رقم واحد الاعتماد الكبير على اللياقة البدنية. أسلوب الضغط اللي بيلعب بيه محتاج لاعبين جاهزين بدنيا، لأن الضغط مش لقطة، ده نظام بيتكرر طول المباراة، ولو المعدل البدني نزل الخطة كلها ممكن تبدأ تفقد فعاليتها. رقم اتنين الالتزام قبل الإبداع. اللاعب اللي بيحب الحرية المطلقة ممكن يلاقي صعوبة في البداية، لأن عموته بيحب إن كل لاعب ينفذ دوره بدقة، وده أحيانا بيخلي بعض اللاعبين يحسوا إن مساحة الإبداع أقل، لكن في المقابل الفريق كله بيبقى أكثر تنظيما. رقم ثلاثة المخاطرة في بعض لحظات الضغط. أوقات لما الفريق بيضغط بعدد كبير، لو منافس نجح إن هو يكسر أول خط ضغط ممكن تظهر مساحات ورا خط الدفاع الأول، وده بيحتاج سرعة ارتداد وتنظيم عالي. ولو الفريق اتأخر في الرجوع المنافس بيقدر يستغل المساحة دي. الخلاصة إن أنت لما تجمع كل مميزات وعيوب حسين عموته هنكتشف إن هو بيعتمد على النظام قبل أي شيء.
هو مش مدرب بيكسب بالمصادفة ولا بيعتمد على موهبة لاعب واحد، هو بيحاول يخلي الفريق كله يشتغل كمنظومة، وده بالظبط اللي خلى اسمه يرتبط بالنجاح في أكتر من تجربة. ولو في سؤال بيسأله أي مدرب أول ما يستلم فريق جديد، فهو مش مين أشهر لاعب ولا مين هداف الفريق، هو السؤال الحقيقي بيكون مين يقدر ينفذ أفكاري. وده بالظبط اللي عمله حسين عمودة. حسين عمودة بيحب أولا اللاعب الذكي. عمودة بيعشق اللاعب اللي بيفكر قبل ما يلمس الكورة، يعني لاعب يعرف امتى يضغط وامتى يهدى وامتى يغير اتجاه اللعب وامتى يحتفظ بالكورة، وهو مؤمن ان الذكاء التكتيكي احيانا اهم من المهارة. ثانيا اللاعب اللي بيشتغل للفريق، في لعيبة بتحب الكورة وهي معاها، لكن عمودة بيدور اكتر على اللاعب اللي شغله الحقيقي يبدأ لما الكورة تضيع، يعني يقدر يجري ويغطي ويقفل مساحات ويضغط ويساعد زمايله. النوعية دي بالنسبة له أساس أي منظومة ناجحة. تالت حاجة اللاعب متعدد الأدوار. الكرة الحديثة بقت بتحتاج لاعب يعرف يعمل أكتر من وظيفة، يعني الظهير مش مجرد دفاع والجناح مش مجرد مهاجم والمحور مش مجرد لاعب دفاعي. كل لاعب لازم يقدر يغير دوره أثناء المباراة، وعشان كده عموته بيحب اللاعب المرن اللي يقدر يتأقلم مع أكتر من موقف. رابع حاجة الشخصية، ودي نقطة ناس كتير بتغفل عنها، وهو بيدور على اللاعب اللي شخصيته قوية، اللي ما يختفيش وقت الضغط، اللي يطلب الكرة حتى لو هو خسران، اللي يفضل يقاتل لغاية آخر دقيقة، لأن عموته مقتنع إن البطولات بتكسبها الشخصية قبل التكتيك. طيب إيه شكل الفريق مع حسين عموته؟ لو بصينا على فرق حسين عموته داخل الملعب هتلاحظ 5 حاجات. أول حاجة الفريق دايما قريب من بعضه، المسافات بين الخطوط قصيرة، وده بيخلي نقل الكرة أسرع والدفاع أقوى. تاني حاجة التحولات السريعة، أول ما الكرة بتتقطع الفريق كله بيفكر لقدام لكن بشكل منظم مش باندفاع. تالت حاجة الضغط الجماعي، مش لاعب بيضغط و10 واقفين، كل الفريق بيتحرك مع بعض. رابع حاجة استحواذ إيجابي، يعني الاستحواذ بهدف مش لمجرد إن نسبة الاستحواذ تبقى عالية. خامس حاجة الفريق ما بيستسلمش حتى لو اتأخر في النتيجة، هيفضل محافظ على التنظيم، وده يمكن أكتر شيء بيميز فرق حسين عمودة. طيب دلوقتي قبل ما نختم، ليه الأهلي اختار حسين عمودة واختار شخصيته واختار فلسفته بمميزاته وبعيوبه ونوعية اللعيبة اللي بيحب يشتغل عليها؟ في النهاية هنقدر نقول إن أي كلام اتقال هيفضل مجرد تحليل لحد أول مباراة رسمية، وساعتها نبدأ نشوف قد إيه حسين عمودة يقدر يحول أفكاره لأداء حقيقي جوه الملعب. دلوقتي دي كانت قراءتنا الفنية لشخصية وفلسفة حسين عمودة. دلوقتي الدور عليكم، إيه أكتر فكرة تكتيكية شايفين إنها تظهر مع الأهلي تحت قيادة حسين عمودة؟ مستني آراءكم في التعليقات وهنناقشها مع بعض. كلامنا النهارده خلص، إنما الكلام على ملعب القهوة ما بيخلصش. سلام يا كباتن.